بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية حلقتنا أحب أشكر الناس اللي اشتركت في القناة عندي، وأحب أشكر الناس اللي عملت لايك، وأحب أشكر الناس اللي اتفرجت على الفيديو وكمان حتى ما اشتركتش. أتمنى اللي هم يشتركوا طبعا، وأتمنى اللي انتوا تعملوا لايك وشير للفيديوهات بتاعتي وللقناة بتاعتي. النهارده هنبدأ حلقتنا طبعا اللي احنا نهني المنتخب الأولمبي على الصعود كأول مجموعة، وعلى الفوز النهارده على فريق الجابون 2-0. والفريق الجابون النهارده كان بيلعب ماتش، يعني اللعيبة بتاعته كانوا بيلعبوا بخشونة جامدة جدا على لعيبة مصر، والحمد لله بفضل ربنا كرمنا في الماتش ده وطلعنا من غير إصابات للعيبة بتاعتنا. لأن الجابون كان بيلعب بخشونة جدا جدا، والحمد لله قدرنا الرجالة بتوعنا يفوزوا 2-0 ونصعد كأول مجموعة للأدوار الجاية إن شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق، ونتمنى اللي احنا ناخد البطولة الأفريقية للمنتخبات الأولمبية. النهارده كان في ماتش بين الاتحاد والحرس في الدوري، والماتش خلص 2-2 تعادل ما بين الحرس وما بين الاتحاد. بكره ان شاء الله نادينا العظيم هيلعب مع نادي فيوتشر، والماتش هيكون الساعة 8:30 ان شاء الله. ورابطة الأندية أعلنت حكام مباراة الأهلي وفيوتشر بكرة إن شاء الله. هيكون الكابتن محمود البنا هو حكم المباراة، وهيساعده الكابتن أحمد توفيق طلب والكابتن يوسف البساطي. أحمد الغندور هيكون حكم الفار، وهيساعده أحمد صلاح، وأحمد حمدي هيكون حكم رابع للمباراة إن شاء الله. احنا كنا قلنا في الفيديو اللي فات على التشكيل بتاعنا، وكمان هنعيده للناس اللي هي ما تابعتش الفيديو. ان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره جدا الكابتن كولر المدير الفني للنادي الاهلي هيبدا بكابتن محمد الشناوي، هيكون قدامه رامي ربيعه وياسر ابراهيم. باك يمين هيكون محمد هاني، وباك شمال هيكون معلول. خط النص هيكون ديانج، مروان عطيه، وقفشه. هيلعب وينج ليفت، هيقعد طبعا من بعد الماتش اللي فات ما لعبش طبعا كابتن حسين الشحات، هيلعب الماتش ده ان شاء الله. ووينج رايت هيكون بيرستاو. هيبدا في الماتش بتاع فيوتشر ان شاء الله بمحمد شريف، عشان عايز يديله ثقه للمطوشه اللي جايه، لان عايز الراجل يهدف. كولر في طبيعته ما بيحبش حد يكون يكسب عنده، يعني يكون الراجل بتاعه يكون واثق والثقة بتاعته في الملعب وفي نفسه، واللي هو يقدر يحرز في اي وقت. فكولر عايز يثبت الحتة دي في محمد شريف، لان الفترة اللي فاتت دي كلها محمد شريف مهزوز شوية، مش ما عندوش ثقة قوي، يجي قدام الجون يضيع، يشوط كرة ضعيفة قوي. الكلام ده كله كولر مع في التمرين وفي الحاجات دي كلها دايس مع محمد شريف، وعايزه يرجع لمستواه اللي احنا كلنا عارفينه. هنتكلم على الكابتن الشناوي والعرض اللي جاي له من نادي النصر. طبعا الكلام ده كله كلام شفهي، بس احتمال لو الشناوي والنادي الاهلي وافق على خروج الشناوي ممكن يوافق له بسنه على سبيل الاعاره، لان لو الشناوي ما راحش هم عارضين على ياسين بونو الجون المغربي اللي هو يروح نادي النصر. والشناوي كان يعني عنده حلم كده اللي هو يطلع يحترف حتى لو سنة على سبيل الإعارة ويرجع الأهلي تاني، ولسه في كلام ما بين وما بين لا. دي الأيام الجاية هتبان في الأيام الجاية هيبان إذا كان هيطلع الشناوي ولا هيكمل في النادي الأهلي. بالنسبة للنادي الأهلي عنده ضغط كبير جدا في ال26 يوم اللي جايين دول في المباريات. عندنا 8 مباريات في الدوري العام، اولها هيكون يوم 2 اللي هو ان شاء الله باذن الله ماتش فيوتشر. يوم 5 هنلعب الاسماعيلي. يوم 8/7 هنلعب الاتحاد. يوم 13/7 الاهلي والزمالك في مباراة القمة. واحنا طبعا بنتمنى للاهلي التوفيق في المطوشة كلها من اول فيوتشر لحد اخر ماتش.
يوم 16/7 هيكون ماتش الاهلي والمقاولين. يوم 19/7 هيكون الاهلي والحرس. يوم 23 الاهلي وبيراميدز، وما ادراك ما بيراميدز طبعا عايز يعوض الهزيمتين اللي فاتوا بتوع الكاس وبتاع السوبر والهزيمه بتاعه الدوري. فان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ويكتب لنا التوفيق في المطوشه بتاعتنا كلها، ونقدر نحصد نقاط المطوشه كلها باذن الله. اخر ماتش لنا في الدوري هيكون يوم 26 مع المصري، والمصري برضو فريق يعني عنيف برضو في لعبه وبيحب يكسب، وبيبقى قدام الاهلي ند كبير قوي، وان شاء الله نتمنى للاهلي التوفيق. عندنا يوم 30/7 ماتش الداخليه، لاعب فريق الداخليه، بس الماتش ده هيكون في الكاس ان شاء الله. طبعا ضغط مباراة رهيب جدا للنادي الاهلي. نتمنى طبعا من اللعيبه ومن كابتن كولر، وان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق اللي هم يقدروا يخلصوا لنا المطوشه دي كلها بعدد النقاط بتاعتنا كلها، ونعمل رقم وسكور كبير قوي في الدوري، ونحصد الدوري بطوله الدوري، يبقى البطولة الخامسة بتاعتنا. وعندنا يوم 13/8 ما ننساش الماتش بتاع كاس السوبر الافريقي، نتمنى برضو ربنا يكرمنا فيه ونقدر نحصد الكاس السوبر، يبقى دي البطولة السادسة لينا في الموسم ده ان شاء الله. وربنا يكرمنا ب6 بطولات، ونرجع لايام ذكريات ايام الجوزيه والايام الجميله بتاعت تريكا والفريق بتاعنا الجامد ده. ربنا يكتب لنا التوفيق والنجاح ان شاء الله في الايام اللي جايه. كان في نقطتين بس كده حابين نتكلم فيهم في نادي الزمالك. طبعا بنواسي الكابتن مصطفى شلبي على اصابته بعد تألقه، يعني الراجل تألق اول فتره اللي فاتت دي، وجه في ماتش غزل المحله جات له اصابه كده رخمه شويه، كسر في وش الرجل من قدام، في وش القدم كده، ده بتقعد شهر علاج، وتقريبا 15-20 يوم اعداد، يعني الراجل هيقعد له 50 يوم، يعني تقريبا شهرين. نتمنى له طبعا الشفاء، ونتمنى له التوفيق، ونتمنى له اللي ربنا يكتب له السلامه هو واي لعيب تاني ولعيبه مصر كلها طبعا. وان شاء الله نتمنى الخير الاكبر والتوفيق الاكتر لنادينا العظيم النادي الاهلي. في النهايه بشكر حضراتكم على المتابعه، واتمنى من حضراتكم لايك وشير وكومنت، واتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، وشكرا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.